من الحلويات السهله واللي بلا فران كتجي رائعه ولذيذه بزاف بحال الشكل ديال الحلوه ديال فيغي روشي. كتجي رائعه. انا درت كان تقريبا نصف الكميه، من نتوما يمكن لكم تدوبلوا المقادير باش تخرج لكم كميه اكثر من هذا الشيء. اول حاجه كناخذ كاوكاو اللي كيكون هكا منقي، كنحمرو غير في الفران وكنهرمشو. تقريبا درت واحد الكاس صغير اولا زلافه صغيره. هذاك البسكويت اللي فيه اصلا المذاق ديال النوازيد درت منه حتى هو واحد زلافه صغيره. وعندي هنايا الفويسين اللي كيتباع هكايا عند اللي كيبيعوا الحلويات، شديتو حتى هو حمرته في الفران وهرمشته. يمكن لكم تزيدوا اي بسكوي هكايا بغيتوه، حتى هو طحنوه وزيدوه. خلطته بهذاك الشوكولاط اللي وريتكم هذيك المره اللي بحال الشكل ديال نوتيلا. يمكن لكم ديروا هكا شوكولاط عادي تذوبوه. صافي كتبقاو تزيدوا الشوكولاط حتى كيندمجوا جميع العناصر مع بعضياتهم. ملي كتدوروها كتلقاوها فريمون شاده في راسها، يعني كتقدروا تشكلوا بهم كويرات. يمكن لكم تدخلوهم الثلاجه حتى كيتشد شويه في راسها عاد باش تدوروهم. سينو انا ديك الساعه خدمت بهم صافي. من بعد ما ساليت كنخليهم حتى كيبردوا تماما في الثلاجه. ذوبت هنا شويه ديال الشوكولاط وزدت عليه شويه ديال اللوز مهرمش اولا كاوكاو مهرمش اللي متوفر عندكم. ومن بعد ما شدوا لي راسهم هذوك الكويرات كندوزهم في هذاك الشوكولاط مع اللوز مهرمش. صافي وكنحيدهم. كنديرهم هكا في ورق الطبخ حتى كيشدوا في راسهم، وعاد باش كنحيدهم من تما كاين. وكيف ديما التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تخليهم غير هكاك. جربوهم راه كيجيو رائعين مقرمشين ولذاذ بزاف. بالصحه والراحه، الى وصفه مقبله.